بمرقعة وعلوقية ووساخة لعيبة الزمالك بتضيع صدارة الدوري. ماتش مش عارف تمسك نفسك في ماتش، مش عارف تبقى راجل في ماتش. الدنيا هناك والعة وخربانة وبيغيروا مدرب واحنا ماسكينهم تريقة، والدنيا ماشية كويسة ومستقرين وراكبين الدوري ونكسب الماتش ده ونفضل متصدرين ونفرق بالنقط، وعندنا 10 ايام توقف نقدر نصحح فيهم اخطائنا ونلم فيهم نفسنا. لكن انت مش قادر تديني ده كلاعب. ماتش واحد مش قادر تبقى بني ادم وراجل وتمسك نفسك وتكسب وتريحنا وتخلينا على قمة الدوري. ماتش بطلب منك ماتش تبقى راجل فيه. مش عارف. انا يا جماعة انا قايل من الاول انا مش همسك لا في مدير فني ليه اخطاء وهنتكلم عليها، ومش همسك في ادارة لان الادارة خلاص بعيدة وجون عامل اللي عليه. انا اي حاجة هتحصل الموسم ده اللي هيتمسكوا ويتفشخوا هما اللعيبة. النهاردة اللي خسرك مش المدرب رغم الاخطاء اللي عنده، لكن اللي خسرك لعيبة. شوف ناصر بيه ماهر صعبان عليه، خلص الماتش عملها في ماتش مودر. وبرضه الماتش بتاع النهاردة الكرة جات له دخل بيها الستة ونيم اللعيبة، والباشا مش عايز يحطها جول. لازم جون كليب، لازم جون يتشير بقى والناس تشوفه وننزله ستوري. لكن نجيب جون عادي زي الرجالة ونخلص الماتش ونخليه 2-0 لا ما تجيش. ما يبقاش ناصر ماهر ولا البيه الكابتن اللي لسه بنشيد بيه الونش. الواد عمال يستفزه وعمال يرخم عليه وينكشه ويضربه، والحكم عامل نفسه من بنها ومش شايف. كل ده ما يخلكش تعمل اللي انت عملته ده. انت المفروض لعيب كبير، انت المفروض لما تلاقي اللعيبه فكه انت اللي تلمهم، مش انت اللي تكهرب الماتش وتخلص عليه. في حد يعمل اللي انت عملته ده؟ انت المفروض لعيب دولي كبير بتاخد قد كده. ده انت المفروض التاني في الفرقه بعد عبد الله. تغلط غلطه عيل صغير بشخه ناشئ ما يغلطهاش؟ ولا الباشا التاني الحلو الكبير الفشيخ الزغلول فتوحة بالركب؟ انا اقسم بالله خلاص والله العظيم طول ما الواد ده موجود في الزمالك احنا ما هنشوف خير. الواد ده مش بس مشاركته حرام انه يكون موجود في الزمالك، لا ده وجوده في الزمالك خطر على الزمالك نفسه. شفته وهو نازل النهارده لا قادر يقف على رجليه وبيكمل علينا. الباشا بقى بينزل وبظهره للملعب ومن غير ما يبص قام مديها لعيبه وادي دجله. انفراد صبحي حاول يعمل اللي يقدر عليه، لكن الجون التاني الباشا نازل بديل عشان يخربها. خربها فتوحة اهو عشان الناس اللي لسه مقتنعة ان احنا ممكن نديله فرصة وانه هيبقى بني ادم ما نسمعش صوتها تاني. الواد ده لازم يغور في داهية في اقرب وقت، وهات يا عم باك شمال بديل يكون موجود مع بنتاي. الواد ده ما ينفعش يكون موجود في الزمالك، مش بس الاسباب فنية، في اسباب تانية كتير الناس كلها عارفاها الواحد ما بيحبش يتكلم عليها عشان حرام. لكن الواد ده وجوده في الزمالك اقسم برب الكعبة لعنة وهتفضل سايبة الزمالك. ولا الكابتن اللي معاه الشارة عمر باشا، عمر الناشئ جابر، اللي لا هجوم ولا دفاع ولا تغطية ولا رجولة في الملعب مفيش، وبالاسم بس الكابتن راح والكابتن جه وتعالى يا عمر يا جابر وروح يا عمر يا جابر. الواد قلبنا مرمي لوحده طالع عين اهله وعمال يتضرب ويتلوش فيه ويقع. وباشا عمر جابر باشا يا باشا انا ورا نص الملعب انا ما بطلعش، ولو طلعت مش هعمل عرضية صح، ويوم ما اقف في الدفاع مش هغطي ومش هروح مع الواد. شوف كرة الجون التاني الواد واقف قدامه بقاله ساعة سايبه وبيتفرج على الكرة وبيتفرج على الونش. طب يا ابني روح امسكه، طب يا ابني روح اضغط عليه، طب يا ابني توقع مسار الكوره. لا انا واقف عادي كده خالص، انا الكابتن عمر جابر يا ابني وانا هتحرك في حته والجماهير تنادي باسمي وماسكين الشاره، وهو ده كابتن نادي الزمالك. وناصر منسي اللي انا مش عارف هو بادئ الموسم شكله عامل كده ازاي اصلا مسموح له يدخل القايمه ويشارك مع الفريق بمنظره ده؟ ايه المنظر ده؟ ده منظر لعيب كوره؟ خلاص ناصر منسي بقى ينزل اوتوماتيك، بقينا ناقصين واحد. ولا التانيين الباشا محمد السيد اللي مستنيين ابوه عشان نفاوضه، واحمد حمدي اللي بيتنطط علينا. طب يعني انا عايز اعرف حاجه، انتوا لما نزلتوا النهارده انتوا شفتوا نفسكم عاملين ازاي؟ يعني انتوا مقيمين نفسكم على اساس ايه؟ طب والله العظيم ده التجديد لكم غلط اصلا بالاداء اللي انتوا اديتوه ده. واحد نازل لي في نص الملعب مش شايف، والتاني ياخد الكرة من اقرب زميل
يوديها لاقرب زميل تاني، من اقرب زميل لاقرب زميل تاني. ومش عايز تجدد كمان. لا ده الغلط ان احنا نقعد معاكم نجدد لكم اصلا. واوعى تفتكر ان انا بتكلم كده دلوقتي، ارجع للفيديوهات القديمه هتلاقيني اتكلمت على ناصر منسي، واتكلمت على ناصر ماهر، واتكلمت اكتر واكتر على فتوح، وكان في كلام كتير عند الواحد لكن مرضتش اقوله. قلت اهي العجله ماشيه وعندنا توقف، والمهم ناخد ال5 ماتشات دول زي ما يجوا عشان نمسك نفسنا، وعندنا 10 ايام نقدر نرجع ونلم نفسنا فيهم، ولو عندنا غلطات نصححها. لكن اللي حصل النهارده ده لا، ده اكبر بكتير من مشكله فنيه ولا مشكله مدير فني واخطائه. لا لا لا، في لاعيبه في التشكيل لازم تتنسف، ما تبقاش موجوده تاني في الملعب. نيجي بقى للمعلم فيريرا، قائد كل القرف اللي احنا بنشوفه ده. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ انا فاهم ان دول 5 ماتشات، وان انت لسه جاي جديد، والصفقات جت في اخر وقت، وان لسه في انسجام، بس الشكل فين؟ بلاش يا عم الشكل، هيجي بالوقت وبالانسجام ودخول الصفقات وان اللعيبه تفهم بعض. ماشي، فينك انت من اداره الماتش؟ يعني ايه اجيب جون وانام عليه؟ اصل دي مش لعيبه بس، يعني في لعيبه تجيب جون وتنام عليه المدير الفني يفشخه، لكن انت واضح ان انت مشارك معاهم في الموضوع ده. يعني ايه جون ونام عليه؟ طب ربنا سترها معاك مره واتنين، انت فاكر ان هي في كل مره هتعدي؟ المشكله ان بعد الجون بيبقى عندك فرصه تجيب التاني والتالت. طبعا ناصر ماهر لو جم بيضيعهم، بس انت فين كمدير فني في الشكل الهجومي وخلق عدد كبير من الفرص؟ والنهارده الفرقه فكت منك. ان الفرقه تفك بالطريقه دي يبقى انت مدير فني مش مسيطر على لعيبتك. انت جزء كبير من الخساره النهارده. اللعيبه هي الجزء الاكبر، لكن انت جزء كبير جدا من الخساره النهارده. صحيح نص الملعب مش ذنبك انه فجأة فضي والاربعة اللي معانا مش موجودين، لكن ذنبك انك كمدير فني ما تصرفتش وعرفت تقفلها كويس، وشايفها مفتوحة قدامك طول الماتش وبرضه سايبها لغاية لما جه منها جون والتاني. وحتى اما حبيت تتدخل تغييراتك زي الزفت، ورافع لي اللياقة ومستبعد لي لعيبة بره منهم مثلا معالي. يعني انا مش عارف انت ايشو ده بيخليه جنبك على الدكة وما بتستعملوش. طب يعني ده بيخش مكان معالي ليه؟ هو معالي عمل لك ايه يعني الكل ده؟ عندك احمد شريف وعمرو ناصر، الاتنين اكيد دلوقتي احسن من ناصر منسي، مستبعدهم وسايب لي ناصر منسي. طب ليه؟ هيقدموا ايه اسوأ من اللي بيقدمه ناصر منسي؟ كل دي اخطائك انت. طبعا كلامي مش معناه ان انا عايزك تمشي او ان احنا خلاص نهد الدنيا ونقلب الترابيزه. لا 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 لا، لسه في توقف ولسه في 10 ايام ولسه في امل ان انت تصحح اخطائك. وانت مش مدرب ابيض، انا لسه مصمم على رأيي، انت مش مدرب ابيض، لكن في حاجات كتير محتاجة تتظبط وتتظبط دلوقتي، لان مفيش وقت. الزمالك مش هينفع ما يروحش دوري ابطال السنة دي. والناس اللي شافت الحلقة اللي فاتت اظن بعد ماتش النهاردة فهمت ليه انا كنت عايز بيراميدز هو اللي يخسر. انا عارف الفريق وعارف المدير الفني، بنكسب، متصدرين الدوري، لكن احنا ما عملناش سكواد خارق، احنا معناش فرقة جامدة نضمن ان هي تكسب عدد كبير جدا من الماتشات. لذلك انا قلت بيراميدز هو اللي يقع، وان مصلحة الزمالك ان بيراميدز هو اللي يقع. اعتقد بعد اللي حصل النهاردة كل الناس فهمت انا قلت ليه نفسي بيراميدز هو اللي يقع. ماتش وخلص، صحيح نكد على الواحد لكن خلاص اللي حصل حصل، مش هنفضل نندب. لكن الواحد متضايق ان اللعيبة مستكترة علينا نخش فترة توقف واحدة مرتاحين وهاديين والمعسكر التاني والع. لكن لا، ازاي نولع احنا كمان؟ وهتدي فرصة لكل واحد يتكلم وينظر، وهيبتدي بقى يخشوا في جون نفسه مش بس في المدير الفني، وهيبتدوا يشككوا في الصفقات وفي المدير الفني ده اكيد. كل ده عشان اللعيبة قررت ان هي هتولع فينا. نظريا الدوري لسه طويل والزمالك لسه فارق عن الاهلي ولسه فارق عن بيراميدز، لكن لو احنا استمرينا بالمنظر ده والشكل ده وعقلية اللعيبة دي، صدقوني اخر الموسم لو وصلنا ليه واحنا عايشين هيكون مدمر لأي امل في الاصلاح ورجوع الفريق ده لمكانته، والاهم رجوعه لدوري الابطال.